السلام عليكم ورحمة الله. شو حالكم يا درويس؟ اليوم واصل إن شاء الله مع إكزرسيس 3. كيف ما تشوفوا لا كيسيون 3 قال لنا فاكتوريزي لإكسبريسيون A de X. Il faut factoriser pour résoudre un ensemble de nombres réels. لأن résoudre à X égale 0. هنا قضيت بسيطة. لين قال لنا فاكتوريزو يعني قبل الإكسبريسيون الأولى اللي عندنا اللي قبلها فهمت؟ زين. المسألة الثانية اللي عندنا شنو؟ المسألة الثانية اللي نخرصوا. احنا عندنا هون 4x au carré moins 9 plus x moins 5 فاكتور de x moins 3. إذن شلون نواسو؟ هون لابد من الملاحظة. فهمت؟ لابد من الملاحظة. هو الغرض اننا نجبروا قاسم مشترك. فهمت؟ معناها زاد عن فاكتور مشترك. نحن مش عندنا ملي فاكتور، عندنا هون x moins 5 وعندنا هون 2x moins 3. من دراية كان 4x au carré moins 9 نقدروا ناخذوا منها x moins 5 ولا 2x moins 3. اللي هي الفكرة. فهمت؟ هي الفكرة، لأن اليوم أخذ واحد منهم لأن عندنا قاسم مشترك، لأنه هون إله وإله. فهمت؟ زين. لو نحن عندنا كاتيكسو كاري موينف كاتيكسو كاري موينف هذه يعطينا عودة ضابطين ل شنو قال لهم لفورميل ريماركابل اللي هم شنو هم؟ اللي هم A بلس B 2 أو كاري تساوي A أو كاري بلس B بلس B أو كاري وA مو B كذلك. غير ما اللي فهم هاي الفورميل اللي مهمة اللي هي شنو؟ اللي هي A أو كاري مو B أو كاري. يعني عندنا A أو كاري مو B أو كاري معناها فاكتور A مو B فاكتور A بلس B. واضح؟ زين. غير من دراية كان هذاك الشكل نقدروا نجبروه هون. لكن لابد من ملاحظة. من دراية كان هذاك العدد قد يندار كامل أو كاري. نعم. قد يندار كامل أو كاري بس من حالة لين خرصوا. هو أن هذه معناها كت فإكس أو كاري. إكس قاع جات أو كاري غير كت هذه من دراية كانها قد جي أو كاري زاد هي. من دراية كانها أصلا عدد معين أو كاري اللي هو معنى ذا. واضح؟ نعم هي أصلا عدد معين أو كاري اللي هو شنو اللي هو جي أو كاري. إيه ينفع فيه لا ملاحظة، ما عنده قاعدة، عنده لا ملاحظة. واضح؟ إذن كت اللي هي شنو اللي هي دي أو كاري. واضح؟ إذن نحن عندنا دي أو كاري فإكس أو كاري ومعروف علينا يعودوا عددين مضربة في بعض كلهم عليه إن بويسانس معينة لا يعود ناتج ذاك شنو؟ ناتج ذاك ديز إكس قبلها هاي ديز إكس وبويسانس قبلها نديروا عليهم كاملين في بلاد واحد اللي هواش نديروا عليه بارانتيز. واضح؟ زين. فهمتوا؟ لأن هذه هي الفكرة. يعني عاد عندنا هون إيش؟ A أو كاري. إذن هذاك العدد اللي هو شنو عاد A أو كاري. زين. يمشي نقيس نف واضحة، نف معروفة إنها 3 أو كاري. واضح؟ نف معروف إنها 3 أو كاري. إذن عاد عندنا A أو كاري مو B أو كاري. ويلا تنعودوا ضابطين تلقائيا، إذا يعود حد ضابطه تلقائيا A أو كاري مو B أو كاري مجرد نلاحظها نطبق له القاعدة A مو B فاكتور A بلس B. واضح؟ زين. إذن عاد كت إكس أو كاري مو نف تساوي ديز إكس ل 2 أو كاري مو 3 أو كاري اللي هيش A أو كاري مو B أو كاري. طبقوا عليه القاعدة تجينا هذه A مو B فاكتور A بلس B. واضح؟ إذن هاي كت إكس أو كاري مو نف اللي رامبلاسوه كتابة جديدة اللي هي هذه. زين. ونضيفوا بقية الأولى. فهمت؟ هذه إكس مو 5 ديز إكس مو 3. ليش لا نجبر هذا الطرح. إذن هذا وصلنا للطرح ديز إكس مو 3 فاكتور ديز إكس بلس 3 بلس إكس مو 5 فاكتور ديز إكس مو 3. زين. عندنا كان هذا الكتبة كاملة في قاسم مشترك. نعم اللي هواش لو ديز إكس مو 3 راعيها هون بنفس الوقت راعيها هون. إذا نقبلوها كقاسم مشترك. نقبلوها قاسم مشترك وأخذوها لقدام. زين. راين عدلناها وأخذناها لقدام وفتحنا كروشيه. زين. ذي الكروشيه ايش لا ينديروا فيه؟ ذي الكروشيه لا ينديروا فيه ليه فاكتور اللي كانوا مع القاسم المشترك. إذا من جهة القاسم المشترك ايش كان معه؟ كان معه ديز إكس بلس 3. واضح؟ إذن نكتبوا ديز إكس بلس 3. واضح؟ زين. المسألة الثانية شنو هي؟ القاسم المشترك الآخر شنو هو؟ القاسم المشترك الآخر اللي هو بلس إكس مو 5 بلس إكس مو 5. لماذا نقول بلس؟ لأنه في حالته موه تلاقي دخل موه هون. واضح؟ في حالته موه يكون عندنا موه إكس مو 5 اللي هي مو إكس بلس 5. غير بما أنه بلس ما يشانج السين اللي تعود بلس إكس مو 5 كما هي. إذن ما تلفهم شيء ثاني نقفل كروشيه. خاصنا الآن نعيد ترتيب هذا اللي هون 2 إكس بلس إكس اللي هي 3 إكس 3 مو 5 اللي هي مو 2. إذن عاد كتابة المختصرة شنو هي؟ فهمت؟ اللي هي A إيجال 2 إكس مو 3 فاكتور 3 إكس مو 2. يا زين. طالب منا نريد نزودروها
نريزيدرو اي ايقال زيرو. زين نريزيدرو اي ايقال زيرو معناها لين قال لكم انكم تريزيدرو اي ايقال زيرو لا هي تقبضوا لا ساف فورم فاكتوريزي، معناها انكم تقبضوا الى فورم وديروا هي قال زيرو. واضح؟ نديروا هي قال زيرو. اذا انتم عندكم هون دو فاكتور اللي نعود دو فاكتور ايقال زيرو معناها شنو؟ معناها الفاكتور الاول يساوي زيرو. نكتب الفاكتور الاول يساوي زيرو نمشي نلود الاكس. اذا دي اكس موي 3 ايقال زيرو، معناها دي اكس ايقال 3 مشيتي موي 3 لها، معناها اكس تساوي ايش؟ اكس تساوي 3 مقسم على هني. واضح؟ زين عدلناها جبرنا اكس تساوي 3 سر دي، او نقيسوا فاكتور الثاني نديروا زاد هو يقال زيرو اللي هي 3 اكس موي دي يقال زيرو، معناها ايش؟ معناها 3 اكس تساوي ايش؟ تساوي دي، يعني اكس تساوي ايش؟ تساوي دي 3. اذا اكس من جهه تساوي 3 دمي واكس من جهه تساوي دي تشير. واضح؟ اذا هذو العددين هما لا سوليسيون، هما لا سوليسيون. اذا نكتب علن لا سوليسيون تساوي نفتحها كروشيه 3 دمي بوين فيرجل دي تشير، وانتهى الاكزرسيس بكل بساطه نعدله. نشوف انا ما عندي شبه والله